بعض العادات الخطأ اللي احنا بنعملها مع أولادنا وآبائنا كانوا بيعملوها معانا. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مرة البرجلوسي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة، وهتكلم عن العادات الخطأ في التغذية اللي احنا بنعملها مع أطفالنا واحنا مش واخدين بالنا. أول حاجة الإلحاح في إن انت تأكلي طفلك. دايما تضغطي عليه وتقولي له انت لازم تاكل دلوقتي، وده وقت أكلك، انت ما اكلتش حاجة. الإلحاح في الأكل بيربط الضغط عند الطفل بالأكل، فتلاقي دايما الطفل بيعند وبيخليه ما ياكلش. فحاولي على قد ما تقدري ما تضغطيش على الطفل وقت الأكل، وحطي الأكل قدامه وكلي معاه، هتلاقيه بدأ يتشجع. للأسف ده ممكن يعمل مشاكل في الهضم بعد كده. قدمي له الكمية المناسبة لسنه، ما تضغطيش عليه انه يخلص طبقه. في مقولة دايما اهلنا كان بيقولها لنا ان الطبق لما تخلصه يستغفر لك، او ان الصحن يستغفر للاعقه، وده حديث ضعيف ما فيلوش اي سند. فياريت ما تضغطيش على طفلك ان هو يخلص طبقه. تاني حاجة ان انا اقول للطفل لو انت خلصت اكلك هديك تشوكلت او هديك حاجة حلوة. ده بيربط الحلويات عند الطفل بالسعادة، وده عندنا كلنا لما نكون فرحانين بناكل حلويات، ولما نكون زعلانين برضو بناكل حلويات. فللأسف الموضوع ده اتكون عندنا من الصغر ان الأكل كمكافأة. فحاولي على قد ما نقدر الأجيال الجاية ما تبقاش المكافأة على هيئة أكل، ان انت لو عملت حاجة صح هديك تشوكلت او حلويات. لا، ما تربطيش المكافآت بالأكل الحلو. ممكن تكافئيه بحاجة تانية، زي مثلا انه يلعب وقت اضافي، انه نأخر مثلا ميعاد النوم ربع ساعة. دي حاجات ممكن الطفل يحبها اكتر، وفي نفس الوقت ما تربطش السعادة بالاكل او تربط المشاعر بالاكل. تالت حاجة الدهون الصحية مفيدة جدا لجسم الطفل. فانتي دايما في بعض الامهات لما تلاقي دهون في الاكل، انا بتكلم على الدهون الصحية زي الزبدة الصحية او الافوكادو او الدهون الموجودة في اللحوم، تقوم قايله للطفل لا لا اوعى تاكل الدهون دي. الدهون مفيده لنمو الطفل، دهون صحيه بس باعتدال، ومفيده لنمو المخ. فانتي لو تضيفي دهون صحيه لاكل الطفل زي زيت الزيتون، زي الافوكادو، زي الزبده الطبيعيه، الحاجات دي مفيده جدا، وممكن تضيفيها على بيض مثلا، او تضيفيها في اي ساندوتش للطفل. دي مفيده وبكميات معقوله. العصاير الجاهزه حتى لو كانت طبيعيه 100%، هي بيبقى فيها نسبه سكر عاليه جدا، لان بيتشال منها الالياف وبيبقى منها سكر الفاكهه. الحاجات العصاير دي بتأثر على تركيز الطفل وتأثر على مزاجه، لأن السكر الدم بيعلى فجأة وبعد كده بينزل بعدها فجأة، فتلاقي الطفل بقى نشاط مفاجئ وبعد كده موده ما بيبقاش حلو. فنبطل العصاير الجاهزة وننتقل للفواكه الطبيعية المليانة ألياف. خامس حاجة ان انت تعتمدي أول سنتين على الأكل المهروس. ده غلط جدا. احنا بندرج الأكل، يعني أول ما نبدأ بأكل مهروس، بعد كده بنبدأ نخشن الأكل علشان صحة الفم وعلشان عضلات الفك والكلام، تأثر على الكلام بعد كده. لو انت ما خشنتيش الأكل فالطفل هيتأخر في الكلام، عضلات بقه مش هتبقى قوية. المضغ بيساعد على تقوية عضلات الفك. انك تلاقي ان الطفل بيحب اكله معينه فتمسكي فيها، يعني مثلا الطفل عاده بيحب المكرونه مع البانيه، فانت تقومي كل يوم تعملي له مكرونه وبانيه، ما نعملش خضار، ما نعملش اي دهون صحيه، ما نقدمش اي خضروات. فتلاقي الطفل ما بياكلش الا الاكلات دي، هيزهق منها وبعد كده هتلاقيه بيرفض الاكل. فانتي نوعي في الاكل بتاعك، دخلي حاجات صحيه ودخلي اكلات متنوعه علشان الطفل ما يزهقش، في نفس الوقت يحصل على كل العناصر الغذائيه المفيده له. الاكل قدام الشاشات، قدام التلفزيون او التابلت، ده من المشاكل اللي بتحصل مع اطفالنا كلنا، وبتحصل معانا احنا شخصيا، ان الواحد ما بيبقاش مركز مع الاكل اللي بياكله. فبالتالي الطفل ممكن يفتح بقه ياكل اي كميه حتى لو شبعان او مش مفيده لجسمه. انتي تفرحي ان الطفل كل كتير، بس دي بدايه للسمنه بعد كده، وبدايه ان الطفل يربط الاكل دايما بالتلفزيون. اول ما يجي يتفرج على حاجه لازم يبقى جنبها اكل، فالموضوع ده هيأثر عليه سلبا لما يكبر. فياريت من وهو صغير ما تربطيش الاكل بالشاشات، او ما تربطيش ان هو كل ما ياكل يتفرج على حاجة او العكس. في النهاية أنا عارفة إن كل أم بتقدم اللي تقدر عليه علشان تفيد طفلها، وفي أمهات كتير بيشتكوا إن أطفالهم ما بياكلوش. حاولي إن انتي تشجعيه إن انتي تاكلي معاه دايما وقت الأكل، الكل ياكل في وقت واحد، هتلاقي إن الطفل بدأ يتشجع.
ممكن قبل الأكل تقري له قصة عن إن إيه أنواع الأكل المفيد، الهيلثي فود والأن هيلثي فود. هتلاقي إن الطفل بدأ يتشد للمأكولات. وانتي بتأكليه حاولي تقولي له إن ده أكل مفيد لجسمك علشان تكبر وعلشان تطول. هتلاقي إن الطفل بدأ يتشجع. لو الطفل لسه صغير هعملك فيديو تاني للطفل اللي عنده 6 شهور رافض الأكل. لو اول مره تشوفيني اعملي سبسكرايب للقناه واعملي شير عشان تنفعي الامهات بان هم يعرفوا معلومات عن اطفالهم.